سلام سلام غالياتي، واش راكم ملاح؟ ان شاء الله كامل تكونوا ملاح كيما راكم تشوفوا غالياتي. اليوم جبت لكم تكمله تاع الفواكه اللي درتهم لكم في الفيديو الاول. درت لكم عجينه اللوز، درت لكم الحشو، ودرت لكم 3 انواع من الفواكه. اليوم جيت نكمل معكم بقيه الفواكه. اليوم درت لكم الايتشاس، التفاح، درت لكم الخوخ. البنات تبعوا معايا لا فيديو بتعرفوا جميع مراحل تشكيل الفواكه. نبداو بسم الله. ما تنسوش البنات صلوا على النبي، اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا صلى الله عليه وسلم. بديت لكم كامل طريقه تاع الحشو والعجينه وكامل. الوزن تاع العجينه كما قلت لكم في اول فيديو 52 غرام. الوزن تاع الحشو 20 غرام. الحشو لازم يكون بارد من الكونجيلاتور، هذه الحاجة ضرورية. لازم الحشو يكون جامد باش كي نخدموا الحبة تاع لي فخوي ما تعيناش في الخدمة. نحكموا هذاك العجينة اللوز، نديروا فيها الحشو. عجينة اللوز وريت لكم كيفاش نلونوها في الفيديو الاول. لا حبيتوا كامل التفاصيل لازم ترجعوا الفيديو الاول باسكو هو اهم فيديو. فيه عجينه اللوز، فيه الحشو، فيه جميع الاسرار، فيه لاجينواز، فيه كلش. هذا الفيديو الثاني البنات، اول فيديو درته لكم وهذا الفيديو الثاني. انا قلت لكم نخدم برا بحبات باش هذاك الحشو ما يسخنليش. هكذا وني نشكل في الحبه تاع الخوخ ديالي بوينتي تاع هكذاك من تحت، وديروا هكا كيما راكم تشوفوا بصباحتيكم. هذا هو التشكيل تاع الحبه تاع الخوخ. ومن بعد ديروا بستيلو هكذا كيما راكم تشوفوا. ديروا هكذا بستيلو هكذا البنات، وسقموها كيما راكم تشوفوا. نورمالمون الفيديو راهو يبان، واللي ما فهمتش تعاود الفيديو باش تفهم. ومن بعد ديروا ثقبه هكذا من الفوق، هذا مكان. وكي نديروا لها الورقه تبان الحبات تاع الخوخ. دوكا نديروا الشكل الثاني للخوخ المعبص. الخوخ المعبص بزاف بزاف ساهل عفوا. شكل دائري، تحكموا طرشونه، حاجه ضروريه طرشونه تشدوها من الجهتين. ديروا ثقب في الوسط، هذا مكان ثقب ديروا حتى لتحت. ومن بعد تحكموا هنايا ستيلو ديروا هكذا هذيك باش يبان حقيقي هكذا يجي خوخ المعبص. ومن بعد تزيدوا تبوينتوها شويه هكذا للفوق، تبومبيوها. هذه هي سهله بزاف. الخوخ المعبص اللي ما تعرفش كامل دير غير هذه النوعيه تاع الخوخ وتنجحي فيها. نزيد لكم حبه واحده اخرى. تحكموا الطرشونات تشدوها من الجهتين، ديروا الثقب. ومن بعد هكذا تشقت لكم نورمال تقدروا تسقموها، تبومبيوها للفوق. وهذا مكان ديروا هذا ديروا بستيلو هكذا. هذا مكان بزاف بزاف سهله. ودوك نشكلوا الحبه تاع التفاح ديالنا. دوك نديروا حبه تاع التفاح البنات. حبه تاع التفاح ديروا لها قاعده كيما الشامبينيون. شفتوا الشامبينيون اللي هو الفطر، نديروا لها قاعده كيما الحبه تاع الفطر. ومن بعد واش نديروا؟ نحكموا طرشونه نشدوها هكذا ونديروا ثقب هكذا. نديروا ثقب بصح ماشي كيما تاع الخوخ المعبص، هكا ثقب. ومن بعد ها هي ليك. ومن بعد البنات تبوينتوها هكذا للفوق. ومن بعد نقتلوا لها هذيك القاعده اللي لتحت. ها هي ليك، انا نقتلها فيها بالراحه تاع اليد هكذا وتخدموها كيما راكم تشوفوا. زوميت لكم الفيديو باش تفهموا. انا نقتل في هذيك القاعده هكذا غير بالراحه تاع اليد. هذا مكان. هاي ليك الحبه تاع التفاح ديالنا. ومن بعد في التلوين اتبان. هاي ليك، شوفوا كيفاش خرجت. بقى نحيت لكم الزوم. هاي ليك الحبه. وكما قلت لكم بالتلوين يبانوا. نجيب لكم طريقه التلوين بلا سيفلور للمبتدئات. تعلمي بلا سيفلور، من بعد كي تولي بروفيسيونيل ديري بالسيفلور. حنا درت لكم حبه تاع الايجاز، شوفوا كيفاش نديروا هكذا. شكلتها كيما شفتوني. ومن بعد البنات تحطوها فوق سطح العمل باش نديروا لها القاعده. نبداو نسووا فيها هكذا. كاين انواع تاع التفاح، درت لكم نوع من الانواع هكذا. نديروا لها قاعده. ومن بعد نحكموا هذا ستيلو نديروا هكذا كيما راكم تشوفوا.
وبعد ديروا لها ثقب من الفوق. هذاك باش نورو باللي الحبه تاع التفاح كي الايجاز عفوا كي تكون خاسره ديروا ثقب هذا ستيلو من الفوق. هذا مكان، هذا هي الحبه تاع الايجاز ديالنا، ما بزاف سهله. وكا واش راح نديروا له ما على بالي دوكي نشوف نقول لكم. نوع اخر تاع ايجاز ثاني، هذا النوع الثاني. هذو يجي شوفوا كيفاش يجي هكذا، نديروا لها قاعده. لازم ديروا قاعده باش تشد لكم الحبه. ومن بعد تشوفوا البنات كيف راني ندير. درت لها بيديا ثلاثه كيما شفتوني هكذا. كاين هذا النوع نوع واحد اخر تاع الايجاز. كاين بزاف انواع تاع الايجاز البنات، درت لكم نوعين. ومن بعد ديروا ثقب من الفوق، هذا نوع اخر. ومن بعد هنايا نديروا طريقه تاع التلوين. هنا جبت ملون احمر اللي وريته لكم في الفيديو اللي فات، ملونات تاع الشوكولا. خفوه بالماء ولا بالسيرو اللي يبقى لكم، هذاك اللي درنا به عجينه اللوز. وتبداو ديروا هكذا بالبنسو. هذه هي الطريقه بدون سيفلور. هذه طريقه للمبتدئات، حبيت نوري لكم طريقه تاع المبتدئات تعلموا هكذا. ومن بعد كي تشدي يدك وتولي تعرفي تصنعي الفواكه فما اشري سيفلور وخدمي به هكذا بالبنسو، طلعوا للفوق هكذا. وبعد نزيدوا هذا النوع اخر تاع الخوخ ما درت لكمش في الفيديو. طلعي ثاني للفوق. هذه طريقة حبيت نوريها لكم تاع التلوين بدون السيفلور. اللي ما عندهاش الامكانيات وحابه تتعلم دير بعجينه كاين الكاوكاوي تبع بودر تقدر تخدم به وتتعلم حتى تشدي يدك وكامل باش تتعلمي في اللوز. هي ليسانسي الحبه تاع الخوخ وكامل بزاف سهله، اي مبتدئه تنجح معها الوصفه. وريت لكم جميع الاسرار من الاول للاخير. هذا الفيديو الثاني تاع الفواكه، ونحطه لكم ان شاء الله في اول التعليق. الفيديو الاول اللي ما شافتش الفيديو الاول غير تدخل لي، باسكو هذاك اهم فيديو لازم تشوفه باش تقدر تشوف الفيديو الثاني باش تتعلم طريقه تاع صنع عجينه اللوز وكيفاش تصنع لاجينواز، كيفاش دير الحشو كيما قلت لكم. اللون باش خفوه بالماء باش ما تحبوش اللون يكون فونسي بزاف. تزيدوا له تكثروا له ميم البنسو ديالكم. زيدي ديري كاس واحد اخر فيه الماء وخفي ديري البنسو ديالك في داك الماء وخفي به هكذا باش تجيكم لا كولور خفيفه. باسكو على بالكم الخوخ كاين يجي فونسي كاين يجي كلاغ، يسمى كاين انواع تاع الخوخ. هنا جبت فارينه تحمصوها، لازم تتحمص وتكون سخونه. فارينه لازم تكون سخونه. شوفوا لونوهم ومن بعد ديروهم في فارينه تكون سخونه باش تسهلوا على روحكم الخدمه. تقدروا تصفيو من الفوق هكذا الفارينه، تديروا بالصفايه ومن بعد تبداو تنحوا بالبنسو هذاك الزائد تاع الفارينه. ولازم كيما اللي قلت لكم البنات لازم الفارينه تكون سخونه، هذه حاجه ضروريه. هكذا انا كي تبرد لي هذيك الفارينه نعاود نسخنها. لازم كيما قلت لكم الفارينه تكون محمصه باش تكون صحيه. هذا مكان باسكو الفارينه ما ناكلوهاش هكذاك بيضه، نحمصوها ونخدموا بها. هذيك الفارينه علاش نديروها؟ باش تعطيكم هذيك لابو تاع الحقيقيه تاع الخوخ. راكم عارفين الخوخ يجي حرش من الفوق، هذه الفارينه باش تعطينا لي في الحقيقي تاع الخوخ. شوفوا كيفاش تبان النتيجه من الفوق يبان صفر. كما قلت لكم الخوخ كاين انواع، كاين يجي فونسي كاين يجي كلير شويه. يسمى انت واش كي حابه، كاين يجي بالغاز تقدري ديري بالغاز كيما تحبي هكذا. هاوليك الحبه ديالنا نحولهم كامل. هذه الحبه تاع الخوخ كامل الزائد تاع الفارينه بالبنسو. البنسو يساعدكم بزاف في الخدمه ولازم تنحوا الزائد تمتم. لازم تكونوا سريعين في الخدمه ديالكم. تلونوا ومن بعد ديروا الفارينه ومن بعد تنحوا كامل هكذا بالبنسو. وهنا نزيد نوري لكم طريقه تاع تلوين تاع التفاح والايجاز ثاني باللون الاحمر.
تقدروا هنايا ديروا خد ديروا غير خد واحد فقط، باسكو كاين الايجاس اللي يجي احمر ومن بعد يكون اصفر، ولا كاين اللي يكون هذا درتو داك الايجاس اللي عفوا التفاح اللي يكون احمر هكذا. شوفوا البنات انا ندير في البانسون راني نخفف به بواحد الفنجان واحد اخر دايره فيه الماء وحده، ندير البانسون نزيد نديرو فيه داك الماء نخفف هذاك اللون باش ما يجينيش فونسي بزاف هكذا، سورتو في التفاح. شفتوا التفاح كيفاش يجي هكذا البنات. واللي تحب ندير لها فواكه الفوكادي نديرهم لها. الفواكه الفوكادي ما يجوش هكذا، يجوا بطريقه اخرى، يجوا يبانوا حقيقيين. ان شاء الله الفيديو القادم نديره لكم، ولاش التفاعل في هذا الفيديو ندير لكم فواكه الفوكادي ان شاء الله. برك البنات نحب يكون تفاعل برك في القناة باش تعطوني القوة باش نزيد نبارطاجي معكم فيديوهات واحد اخرين، باسكو على بالكم كي تصوريو كامل ولا مونتاج يدي بزاف الوقت، هذا ما كان. شوفوا البنات هنايا حكمت كاكاو بني، حكمت بالبنسو ودرت من الفوق هكذا، ودريت هنايا من ذا الخد من كاين الخد الاصفر تاع الحبه تاع الايجاز، ثاني درت لها هبطت لها الكاكاو باش تبان كيما الحبه تاع الايجاز الحقيقيه. ومن بعد هذاك الكاكاو درت له شويه ماء وحكمت هذه البروصادون، وراني ندير هكذا نقاط برك. هذا المكان البنات هكذا نقاط من البعيد هكذا يجوا نقاط في الحبه تاع التفاح والحبه تاع الايجاز. هذا مكان البنات، هاي ليك شوفوا كيفاش ندير نقاط، ديروا من البعيد هكذا باش يجيكم الشكل الحقيقي تاع الحبة تاع التفاح، الحبة تاع الايجاز. نحاولوا نمدوا لهم الشكل الحقيقي. هنايا حكمت هذاك الكاكاو فن في هذيك الجهه وين درنا باستيلو، درت له هنا كاكاو زعما حبة تاع ايجاز. هذه زعما كي تكون خاسره البنات، هذيك زعما راهي خاسره، هذوك النقاط زعما خاسره. ومن بعد هنايا حكمت انا دائما نخدم غير بالقرنفل، هو اللي نديرو فوق الفواكه هكذا. حكمت حبه قرنفل درتها لها من الفوق، درتها في الحبه تاع التفاح، درتها في الحبه تاع الايجاز وفي الحبه تاع الخوخ وفي الحبه تاع الليمون. ومن بعد هاي لك الحبه تاع الايجاز خرجت بزاف هايله. تقدروا تحبوا ديروا لها ورقه وتحبوا ما ديروها لاش. وريت لكم نورمال طابع تاع الاوراق ملون باللون الاخضر، وديروا ورقه. وهنا الورقه درتها لكم في الفيديو اللي فات كيفاش نخدموها وكامل. هاي ليك درتها فوق الحبه تاع هذه الحبه تاع الخوخ، وهنا ليك الحبه تاع التفاح. فاني نديروا لها الورقه، تحبوا ديروا لها الورقه تحبوا تخلوها هكذاك. هذا هو الشكل النهائي تاع الفواكه. ان شاء الله يكون عجبكم هذا مكان كيما عجب الزبونة ديالي، عجبوها وجوها بزاف بنان. ودوك نقسم لكم حبه باش تشوفوا كيفاش خرجوا يذوبوا في الفم بزاف بنان. والسلام عليكم.